هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كريستين عماد في فيديو جديد ان شاء الله. في الفيديو النهارده هنتكلم عن لوكال براند وحاجه جميله مميزه جدا بالنسبه لي، ما جربتهاش غير فتره قليله بس عجبتني جدا، وعشان كده حبيت اعمل معاكم الفيديو ده بالذات. ان هي براند عامله لاين كامل للشعر الكيرلي ويناسب اعمار كتير مننا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكمان تفعلوا خاصيه الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان اعملوا لايك على الفيديو. هنتكلم عن براند ايه؟ هنتكلم عن براند ترافلز، وهو براند جديد جميل جدا حقيقي. اللاين اللي هم عاملينه اسمه جو كيرلي، احنا هنستخدمه كله مع بعض. انا بس مش قادره اطلع لكم كل البرودكت كلها زي ما قلت. هم عاملين لاين كامل وكل حاجه فيه. احنا هنتكلم عن كل حاجه فيه. احنا هنبتدي الاول نستخدم الشامبو والكونديشنر، وهنقول ليه هم مميزين عن غيرهم. انا قلت في الاول ان مكوناتهم حلوه وهتناسب انواع كتير من الشعر. فتعالوا نبدا باول خطوه، وهبل شعري كويس ونستخدم الشامبو واقول لكم ايه المكونات بتاعته وليه هو جميل وعجبني قوي كده. دلوقتي انا بليت شعري وهنبتدي نستخدم الشامبو سوا. بصوا هو جيلي كده شويه حلو بصراحه. طبعا الشامبو بنحطه على فروه راسنا بس، ونبتدي نعملها زي مساج كده. خليني اقول ان اللاين كله فري من السيليكون والسلفات والبارابين. وايه اللي يميز الشامبو ده عن غيره؟ لانه هو فيه فيتامين اي، فيه جوجوبا اويل، فيه كوكونات اويل، فيه زيوت كتير قوي بتساعد ان الشعر ما يتشابكش في بعضه وقت ما احنا نكون بنغسله. بالعكس هوريكم بعد ما اغسل شعري من الشامبو الشعر بيبقى تحسوه كانه بيتفك بسهوله جدا. هغسل شعري وهرجع له، وبكده اكون غسلت شعري من الشامبو تماما. وزي ما انتم شايفين بصوا الشعر تحسوه فلافي خالص ومش متشابك. حتى لسه ما استخدمتش البلسم، بس ده اللي انا قلته ان هو فعلا ما بيخليش الشعر جاف او ناشف. بلس طبعا ان الفروه بتاعتي نطفت تماما ومفيش اي بيلد اب على الفروه بتاعتي. طيب نيجي بقى للخطوه الثانيه الجميله، وهي خطوه البلسم، ودي برده خطوه مهمه. وايه اللي يميز البلسم ده عن حاجات ثانيه؟ اول حاجه ان هو فيه كولاجين وفيه هيدرونيك اسيد، وده بيساعد قوي ان الشعر يكون مترطب كفايه، شكله حلو، بالذات ان احنا بنتعرض لاشعه شمس كبيره جدا. بلس كمان ان هو فيه جوجوبا اويل، وكمان فيه افوكاتو اويل، فيه زيوت كتير كمان بترطب الشعر. تعالوا نشوف بقى القوام بتاعه. بصوا هو قوامه متوسط بالنسبه لي، مش تقيل ومش خفيف، يعني حلو جدا وهيناسب انواع كتير من الشعر. حتى لو انت شعرك بيحب حاجات تقيله هتزودي الكميه شويه هتلاقيه برده بيدي معاكي نتيجه. بصوا بكده اكون وزعته على شعري كله. زي ما انتم عارفين البلسم طبعا بنحطه على الشعر من بعد الفروه، مش بيلمس فروتنا خالص. خليني اقول ان الشامبو والكونديشنر ريحتهم تجنن جدا، وانتم عارفين ان انا عندي هوس شويه بحته ان الروائح دي بالنسبه لي مهمه جدا، فهم فعلا ريحتهم حلوه. وعايزه اقول بما اني جربته قبل كده فالريحه بتفضل قاعده في الشعر ممكن باليومين كمان، فدي حاجه عجبتني قوي برده. انا دلوقتي هغسل شعري وهرجع له، وبكده اكون غسلت شعري. وزي ما انتم شايفين الشعر فلافي خالص بقى متسلك تماما، يعني اللي هو بايدي كده يتسلك، فدي حاجه حلوه. ممكن اكتفي بالخطوتين دول، ولكن انا عندي خطوه مهمه ودايما بقول عليها دايما، هي خطوه الهير ماسك. الهير ماسك ده حلو لان احنا معظمنا ممكن يكون بيغسل شعره مره او مرتين في الاسبوع، فلازم في المره على الاقل في الاسبوع بتاعي اكون بستخدم هير ماسك، عشان ده بيحافظ على الشعر يكون مترطب اطول وقت ممكن، بالذات ان احنا في الصيف يا جماعه. خليكم واخدين بالكم من النقطه دي، الشمس والحراره والجو بينشفوا الشعر جدا، فعشان ما اتعرضش لجفاف رهيب لشعري فبالتالي هيحصل بقى تقصيف وعقد وحاجات كتير احنا في غنى عنها. طيب هنستخدم دلوقتي الهير ماسك. تعالوا اوريكم برده القوام بتاعه.
بحب اوريكم القوام عشان لما تيجوا تشتروا الحاجه تكونوا انتوا بعينيكم شايفين ده بيناسبني او لا مش بيناسبني. القوام بتاعه تقيل، فدي حاجه كويسه جدا عشان مش معظمنا بيلاقي حاجات تقيله تناسب شعره. برضو بنوزع بنفس طريقه البلسم، ان احنا ما نجيبش حاجه على فروه راسنا، ونحاول ناخد على قد ما نقدر خصله تكون بتتشرب كويس جدا من الهير ماسك. خليني اقول ان الهير ماسك ده بالماكاديميا اويل وكمان بالجوجوبا اويل والبنسينول والفيتامين اي، وبرده اوريدي بيرطب الشعر جدا جدا. حقيقي البرودكت يعني هم عاملينها باتقان رهيب، انا مبسوطه منهم جدا بصراحه. طيب انا كده وزعت على الجزء ده، هوزع كمان على الجزء التاني. لو انت شعرك اتقل من شعري حاولي تقسمي اجزاء كمان اصغر على قد ما تقدري عشان توزعي لكل الشعر، عشان زي ما قلنا دي بنعملها مره واحده في الاسبوع. طيب انا كده وزعته على شعري وهسيبه اقل حاجه نص ساعه عشان يديني الافكت الحلو بتاعه. فانا هستنى نص ساعه وهرجع لكم بعدها اوريكم شكل شعري ازاي، بعد كده هنخش في الخطوات اللي بعدها. وبكده اكون غسلت شعري من الهير ماسك بتاعي، وكده اكون عملت الخطوات اللي بتخلي شعري مترطب اكتر وقت ممكن، شعر نظيف، وده بيساعدني كمان ان يكون فيه فوليوم حلو في شعري. طيب هنيجي على خطوه الستايلنج، وعشان نعمل خطوه الستايلنج بنحتاج حاجتين. اول حاجه وهي الليف ان بتاعنا. طيب خليني اقول ان الليف ان كونديشنر كريم، فهو زي ميكس بين الكريم والكونديشنر، يعني خفيف لتقيل متوسط. تعالوا نشوف اولا القوام بتاعه برضو. بصوا قوامه مش تقيل قوي ومش خفيف خالص. خليني اقول ان البراند ده عامل حاجه كده اختراع جامد، ان المكونات بتاعته فيها مانجو فروت اكسترا، وفي مارشميلو، في ارجان اويل، في جوجوبا اويل، فيتامين اي، شيا باتر، افوكادو اويل. طب ايه فايده كل المكونات دي؟ اول حاجه ان هو بيساعد على فك التشابك، لو انا شعري ستيل متشابك بعد كل ده فهو بيفك لي التشابك. تاني حاجه بيساعد كمان انه يتحكم في الفريز بتاع شعرنا. كتير قوي بنلاقي هاله هيشان كده رخمه قوي في شعرنا، فده بيساعد جدا انه يكون يتحكم فيه. تاني خطوه في الستايلنج بتاعنا هي خطوه الجل، والجل مهم ليه؟ لانه بيساعد على ان الشعر يفضل ثابت اطول وقت ممكن، بالذات ان احنا بنقعد وقت كتير، بنتحرك كتير، بنتعرض لشمس كتير وهواء واتربه وحاجات كتير، فيفضل شكل الشعر ثابت وما يكونش فيه هاله هيشان في الكراون اريا. خليني اقول برضو ان هما حاطين هنا مارشميلو برضو. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ده مدي ريحه حلوه قوي للبرودكت، يعني تحسوا كده ان هي ريحه مختلفه ما شمناهاش قبل كده في براندات تانية. كمان هو فيه جوجوبا اويل وكمان فيه الوفيرا، ده بيساعد برضو انه يعمل هولد للشعرايه حلوه قوي. هوريكم برضو القوام بتاعه، هو زي اي نوع جل بس طبعا بمكونات مختلفه. هو الجل كده ومش خفيف ومش تقيل، وعلى فكره بيناسب كل انواع الشعر. طبعا انتوا عارفين ان احنا الجل والليف ان بنحطهم بعيد تماما عن فروه راسنا، المهم بس يكون اطرافنا وشعرنا لحد تحت كله تمام. طيب لو عايزه تعرفي انا بعمل شعر ازاي بالدايموند براش، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن، تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوا انا بعمل ازاي بالدايموند براش. هعمل الستايل بتاعي وارجع لكم عشان اوريكم الفاينل لوك عامل ازاي. وبكده نكون وصلنا للفاينل لوك. بصوا يعني انا حابه اوريكم كده شعري، مش عارفه ايه الجمال والحلاوه دي بصراحه. فين الشعر كده فلافي ناعم جدا، انا احب كده قوي. طبعا فوليوم وكمان الفوليوم ده بتاع اول يوم، تخيلوا بقى انه تاني يوم هيزيد كمان. احب اقول بجد للبراند ده ان انتوا يعني عملتوا حاجه جميله قوي، شكرا ليكم. طبعا في ناس هتسالني احنا ممكن نلاقي البراند ده فين؟ هتلاقيها على صفحتهم، وانا هسيب لكم برده اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن عشان لو انتوا حابين تطلبوه. احنا كده وصلنا للنتيجه النهائيه. طيب في ناس ممكن يكون عندها اسئله، في ناس حاسه لحد دلوقتي مش عارفه هل الحاجات دي فعلا بتناسبها او لا، تقدروا تكتبوا لي اي سؤال في الكومنتات هنا او على جروب الفيسبوك او على اكونت الانستجرام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم،
وشاركوني برايكم، ولو عايزين فيديوهات جديده الوقت الجاي ان شاء الله اكتبوا لي برده في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.